تتلائم مع أي من القوانين والحقوق الدولية. هذا الاعتداء يعتبر سببا للحرب. أما نحن فقد آثرنا أن نتصرف بما يتناسب وعظمة تركيا والتزامنا بالصبر. تصر إسرائيل على عدم الاعتذار وعلى عدم دفع التعويضات، وتصر على عدم رفع الحصار عن غزة. لقد حكمت إسرائيل بإصرارها على هذه الأمور السياسية أن تعتبر علاقاتها مع تركيا كأنها لم تكن، وحكمت على نفسها بأن تبقى وحيدة. والآن حتى الغرب صار ينظر لإسرائيل بنظرة أخرى. علاقات تركيا بها ستكون بمستوى السكرتير الثاني بعد الآن، وحتى هذا المستوى من العلاقات لن يكون دائما. ثانيا، جمدنا علاقاتنا التجارية فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية، وإسرائيل ليست مستقيمة فيما يتعلق بهذا الموضوع، فهي لا تلتزم بما يوصف بأنها أخلاق تجارية. فلدينا اتفاقيات بيع وشراء تنص على أن تقوم إسرائيل بصيانة طائرات بلا طيار. الاتفاقية تلزمها بالصيانة، وبسبب المشاكل التي بيننا لم تقم بتسليم هذه الطائرات لنا. ثالثا، بعد الآن سنرى السفن التركية في المياه الدولية في شرق البحر المتوسط. سنراها أكثر وأكثر، أقصد السفن التركية العسكرية. وسيرى العالم سفننا الحربية أكثر وأكثر في المناطق البحرية التي لنا فيها مصالح اقتصادية بشكل خاص. لن تستطيع إسرائيل بعد الآن أن تفرض سطوتها في هذه المناطق كما تشاء. عليها أن تدرك ذلك. خطوة أخرى هامة وهي أن إسرائيل كانت بالاستناد إلى علاقاتنا وحسن نياتنا كانت تقوم بعمليات عسكرية مشتركة معنا. بالتأكيد منذ عام واحد أوقفنا مثل هذه المناورات، ألغيناها، وبعد الآن لن يكون بيننا أي تعاون في المجال العسكري أو مناورات عسكرية. هذا غير ممكن، لن نقوم بها بعد الآن. المادة الخامسة، وهذه المادة تتعلق بإخواننا المغدور بهم، ضحايا ما في مرمرة بشكل خاص. سندافع عن حقوقهم ونحميها. سنقدم لهم أكبر دعم، وسنبقى ندافع عن حقوقهم وندافع عنهم، وسنبقى نتتبع قضيتهم في محكمة لاهاي حتى نهايتها. فكما تعلمون فإن إسرائيل كانت قد بدأت بإعلان سلطتها على مناطق نفوذ اقتصادية حسب هواها، على أنها مناطق ذات مصالح لها، وسترى بأن لا سلطة لها أبدا على هذه المناطق. فلتركيا مناطق نفوذ اقتصادية خاصة في هذه المناطق، وبخاصة في جمهورية شمال قبرص التركية. فتركيا دولة ضامنة في قبرص ولها موقفها المعروف هناك، وبسبب موقفها هذا فإن عليها أن تظهر عزمها وثباتها هناك، وستضمن حرية الملاحة في المياه الدولية بشكل دائم. وفيما يتعلق بالسفن الذاهبة لغزة فإنها ستخطو خطوات لا تردد فيها. فيما يتعلق بموضوع نقل المساعدات الإنسانية سنقدم كل ما نستطيع تقديمه من دعم ومن تدابير لهذا الموضوع. İsrail tarafından herhangi bir şey yapılmadıktan sonra إن لم تقم إسرائيل بأي شيء فإن تركيا لن تقوم بأي عملية عسكرية. نحن لا نرتكب مثل خطئهم، لن نضرب الناس في المياه الدولية. نحن نطالب بتأسيس حقوق تتعلق بالموضوع. إن كان المجتمع الدولي عاجزا عن تأسيس مثل هذه الحقوق فإنه من غير المعقول أن نبقى متفرجين على هذا العجز. بالطبع السفن العسكرية التركية مكلفة بحماية السفن التركية في
أيضا. والآن نرى أن آلاف البشر يتم قتلهم الآن في oradaki سوريا. sorunların ما çözümünde الذي يقولونه؟ yardımcı هم olmadıkça يقولون إن شعبهم إرهابي، ويقولون إن الإرهابيين لديهم السلاح وإنهم يقتلون هؤلاء الإرهابيين. şu anda يا Suriye'de سيد أسد، söylenen عندما تقوم بقذف اللاذقية من البحر كيف يمكنك تثبيت الهدف؟ كيف تحدد نقطة وتقصف الهدف بدقة؟ وكيف لك بعدها أن تقول بأنكم تقتلون الإرهابيين؟ والأمر نفسه جار في حماة وفي حمص. Laskiye'de الآن نحن أمام أسد ألقى ظلالا على مشروعيته وهو على وشك güzel فقدانها. temsil